في ذلك البلد قامت أعرق الحضارات وأقدمها. في ذلك البلد تشهد المواقع الأثرية والتاريخية على عراقة تاريخها، قلاع وحصون وقصور يفخر بها شعبها العاشق للساحرة المستديرة وأسرارها. مشوار نسور قسيون بين كأس آسيوية مضت وكأس آسيوية أقبلت، قد لا يرضي أحباءهم وقد لا يشفي غليلهم، وها هم في انتظار إنجاز يسعدهم ويرسم الفرحة على ملامحهم. قصة المنتخب السوري في نسخة كأس آسيا 2019 خيبت آمال عشاقه، فالبداية خيبت الآمال، تعادل سلبي مع الفدائي الفلسطيني وخسارة فيما بعد بثنائية أمام نظيره الأردني لتعلن القطيعة مع المدرب الألماني بيرنشتاينغ. رغم الاستنجاد بخدمات المدرب الوطني فجر إبراهيم والأداء الكبير والعطاء الغزير أمام أستراليا، إلا أن الهزيمة ب3 أهداف لهدفين أنهت مشوار النسور مبكرا في المحفل القاري. مشاركة منتخب سوريا الوطني بكأس آسيا بأبو ظبي 2019 كانت سيئة بكل المقاييس، وخاصة على صعيد الأداء والنتائج لم تكن ترضي طموح جماهيرنا السورية. كان في عندنا مشاكل كثيرة في المنتخب، لم يقدم المنتخب الأشياء المرجوة منه أو المستوى الفني المطلوب منه، ولكن في النهائيات لم يكن المنتخب بمستوى الطموح. شاهدنا مباراة فلسطين، مباراة الأردن، أستراليا، لم يكن المنتخب بمستوى الطموح وكانت نتائج مخيبة للأمال. المنتخب السوري ما لبى طموحات جماهيرنا، خاصة بعدم التأهل للدور الثاني، عقدة آسيوية لمنتخبنا السوري بعدم التأهل ولا مرة الدور الثاني، أو أكيد المستوى ما لبى الطموح الشارع الرياضي. المدرب كان عم يغالب بالنواحي الدفاعية، كانت خطوطنا عم تعتمد على التكتل الدفاعي، ما كنا عم نفتح اللعب، وخاصة أنك أنت عم تلعب مع فريق الأردن مستواك متقارب، يعني نفس البيئة نفس اللاعبين، فثقافة الفوز ما كانت موجودة بهاي المباراة. المدرب غالب النواحي الدفاعية، خاصة أنه يمتلك خطوط الهجومية قوية، فما كانت الخطة مثالية لمنتخبنا، وخاصة الأسلوب الفني. تعرضنا في أول مباراة إلى التعادل مع المنتخب الفلسطيني ب0-0. المباراة الثانية خسارتنا من الأردن كانت صدمة، اضطرت لتغيير المدرب في داخل البطولة من قبل الاتحاد وتكليف الكابتن فجر إبراهيم في البطولة. المباراة الأخيرة خسرنا من المنتخب الأسترالي ب3 أهداف لهدفين. طبعا هي كمشاركة لا جديد على المنتخب السوري، نحن عندنا 6 مشاركات سابقة، بال6 مشاركات لم نتجاوز دور المجموعات، لكن هذه البطولة بالذات كانت صدمة للشارع الرياضي، لأنه كان المنتخب محقق نتائج في تصفيات كأس العالم 2018، وصل للمباراة الملحق مع المنتخب الأسترالي، كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى كأس العالم، وهذا الشيء اللي جعل الصدمة تكون بالشارع الرياضي كبير.